ميزانية ال5000 الشهرية شاملة كل حاجة في البيت: فواتير، صدقات، لحوم، فراخ، سمك، علاف، عطارة، طلبات سوبر ماركت، خضار اسبوعي، فاكهة، منظفات. يعني مش هتحتاجي انك تصرفي اي حاجة تاني غير ال5000 جنيه دي. يلا بينا نسمي الله ونشوف الميزانية مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. ميزانية ال5000 الشهرية. طيب هنبدأ اول حاجة بالفواتير. كهرباء 300 وغاز وميه 300، يعني بتدفع 600 جنيه فواتير. تمام كده. طيب وهنجيب ايه كمان؟ هتجيبي منظفات ب 300 جنيه. طيب ايه المنظفات اللي هتجيبيها؟ هتجيبي مسحوق اوتوماتيك ب 200 جنيه. هتجيبي كلور زائد سلك مواعين 25 جنيه. هتجيبي اكياس شامبو من الصيدليه كيس بجنيه، هتجيبي ب 25 جنيه. هتجيبي صابون بريحه ب 30 جنيه. هتجيبي صابون سائل للمواعين، هتجيبيه من عند اي بتاع منظفات، هتجيبيه اللي هو سايب، بيبقى الكيلو ب5 6 جنيه. تمام كده. يبقى هتجيبي ب20 جنيه. يبقى دي الفواتير والمنظفات بتاعتك. دول هيكلفوني كام؟ هيكلفوا 900 جنيه، وهيكون في 100 جنيه صدقه ب 100 جنيه. يبقى هتاخدي 1000 جنيه من ال5000 جنيه دي، هتبقى فواتير ومنظفات وصدقات. تمام كده. 1000 جنيه. طيب هتجيبي ايه كمان؟ هتجيبي اللحوم. بصي هتجيبي فرختين، كل فرخه 2 كيلو، تقسميها على 4، تقسميها على 8 زي ما انت حابه. كيلو الفراخ ب 85 جنيه، وفي بيبيعها ب 82 جنيه، فانا هحسبها لك. لو على 85 جنيه يبقى الفرختين ب 340 جنيه. وهتجيبي كيلو ونص لحمه، تجيبي كيلو سليم ونص مفروم. كيلو اللحمه البلدي ب 360 جنيه، يبقى كيلو ونص هيكلفوكي 540 جنيه. وهتجيبي نص كيلو بانيه ب 85 جنيه. وهتجيبي كيلو كبد وقوانص، وهتاخدي الكبد والقوانص بتاعت الفرختين تحطيهم مع الكيلو ده، الكيلو ب 110. وهتجيبي كيلو الا ربع سجق، كيلو السجق ب 200 جنيه، هتجيبي كيلو الا ربع ب 150 جنيه. تمام كده. طيب اللحوم بتاعتك دي هتكلفك كام؟ هتكلفك 1225 جنيه. انا مش ضايفه لك السمك من ضمن الطلبات الشهريه. ليه؟ لان انت هتجيبيه كل اسبوع. ازاي يعني؟ وانت بتنزلي كل اسبوع تشتري الخضار بتاعك، تشوي سمك وتروحي تعملي رز وسلطه، ويبقى ده الغدا بتاعك، بحيث ان انت هتبقي راجعه من السوق تعبانه فما تقفيش تعملي اكل اليوم ده. تمام كده. فانا هضيف لك ثمن السمك مره كل اسبوع. انا هشرح لك تقسيمه اللحوم دي تمشيها ازاي كده طول الشهر في اخر الفيديو. هنخلص بس الميزانيه مع بعض، وفي الاخر هشرح لك تقسيمه اللحوم دي ازاي. تمام كده. طيب هنجيب ايه كمان؟ هنجيب العلافه والعطاره. هتجيبي اول حاجه التوابل. هتجيبي توابل ايه؟ هتجيبي ب 30 جنيه فلفل اسود، وب 30 جنيه كمون، ب 20 جنيه كزبره ناشفه، وب10 شطه، ب10 ملح، ب10 كركم. طيب ليه كركم؟ عشان لو حبيتي تعملي رز كبسه ولا حاجه اعمليه بالكركم، بيكون احلى من الكاري. تمام كده. زائد ب10 جنيه بيكنج باودر، بيكنج باودر وفانيليا وخميره. تمام كده. طيب هتجيبي ايه كمان؟ هتجيبي كيلو دقيق ب 20 جنيه. كيلو عدس، هتجيبي نص عدس اصفر ونص عدس بجبه. كيلو العدس ب 50 جنيه. وهتجيبي باكو شاي ب 52 جنيه. وهتجيبي كيلو فول مدمس بلدي ب 40 جنيه، في ب 35 وفي ب 40، انت هاتي ب 40. زائد 3 كيلو مكرونه، تخليه يوزنها لك كيلو الا ربع، يعني تجيبي 4 اصناف بال3 كيلو دي. ليه؟ لان انت لما تيجي تعملي الاكل اعمليها بكيلو الا ربع مكرونه، يعني تجيبي 4 اشكال من المكرونه دي بال3 كيلو. تمام. هتجيبي ال3 كيلو مكرونه دول ب 72 جنيه. زائد هتجيبي كيلو شعريه ب 24 جنيه. وهتجيبي نص كيلو لسان عصفور ب 12 جنيه. وهتجيبي كرتونة بيض
ب 130 جنيه. الاسعار الشهر ده نزلت شويه، والشهر ده يعني كرتونه البيض كانت ب 160 جنيه وب 165 جنيه، دلوقتي نزلت بقت ب 130. اسعار العلفه كلها نزلت. الفول المدمس كنت بجيبه ب 54 جنيه، العدس كنت بجيبه ب 75 جنيه، المكرونه كنت بجيبها ب 28 دلوقتي بقت ب 24 وفي ب 22 ونص. المكرونه بالزيت لو جبتي نوع مش حلو يبقى طعمها نفسه مش حلو معاكي، حتى لو ما اتكسرتش معاكي بيكون طعمها مش حلو، فانا بحب اجيب المكرونه تبقى اعلى حاجه، فاعلى حاجه انا جبتها ب 24 جنيه. تمام كده؟ يبقى العطاره والعلافه دول هيكلفوني كام؟ هيكلفوني 530 جنيه. تمام كده؟ طيب ناقص ايه كمان؟ ناقص طلبات السوبر ماركت وطلبات الخضار. طلبات السوبر ماركت والخضار دي هتكون اسبوعيه اهو، هتبقى ايه؟ اسبوعيه. الخضار وهنجيب السمك مع الخضار، يبقى الخضار والسمك ده اسبوعي. وطلبات السوبر ماركت برضو اسبوعي. طبعا احنا جايبين هنا فول مدمس، هتدمسي كيلو الفول وتشيليه في الفريزر وتطلعي كيس وقت ما تحتاجي، ومعاكي كرتونه بيض. وهتجيبي جنبهم ايه بقى في الاسبوع؟ تجيبي مثلا معاكي 45 جنيه تجيبي بيهم بقى جبنه مش، شوفي انت حابه اي نوع جبنه تجيبيه. معاكي 45 جنيه تجيبي بيها اي نوع جبنه انت عايزاها جبنه بيضه، جبنه حادقه، مش. ومعاكي هنا 2 كيلو لبن ب 60 جنيه. يبقى في الاسبوع الفطار والعشاء بتاعك معاكي فول، معاكي بيض، معاكي جبنه، وتعملي مثلا شاي بلبن ولا حاجه. زائد ان احنا في طلبات الخضار هنجيب بطاطس، عشان لو حابه تحمري بطاطس، حابه تسلقي بطاطس تبقى جنب الفطار او العشاء. تمام كده؟ ممكن الفطار تعمليه شاي بلبن وسندوتش جبنه، والفول والبيض والبطاطس والحاجات دي تبقى للعشاء. كمان من ضمن الخضار بتاعك هتجيبي بتنجان، هتجيبي فلفل، ممكن تعمليه مسقعه تبقى على العشاء، يعني هتظبطي الدنيا كده. يبقى طلبات السوبر ماركت بكام؟ ب 105. هتجيبي بقى خضار ايه؟ هتجيبي 3 كيلو طماطم. كيلو الطماطم ب 5 جنيه دلوقتي، طماطم حلوه جدا. يبقى ال 3 كيلو ب 15 جنيه. وهتجيبي 2 كيلو بطاطس. كيلو البطاطس ب 12 ونص، ال 2 كيلو ب 25. وهتجيبي كيلو ونص بصل، البصل حلو جدا اليومين دول وسعره متهاوت شويه، الكيلو ب 10 جنيه، هنجيب كيلو ونص ب 15. وهتجيبي نص كيلو فلفل، كيلو الفلفل ب 10 جنيه، هتجيبي نص كيلو ب 5 جنيه. وهتجيبي كيلو خيار ب 15 جنيه. وهتجيبي فاكهه ب 40 جنيه، اي نوع فاكهه بقى انت حاباه. تمام كده؟ طيب بصي، الطلبات دي اساسيه، يعني كل اسبوع هتنزلي تجيبي نفس الطلبات دي، مع اختلاف ايه بقى؟ هيكون معاكي 50 جنيه لانواع الخضار بتاعتك. يعني شوفي انت الاسبوع ده هتطبخي باميه، هتجيبي الباميه ب 50 جنيه، هتطبخي فاصوليا هتجيبي مثلا ب 25 جنيه كيلو فاصوليا، وبال 25 جنيه الثانيه مثلا تجيبي البتنجان، تجي تزودي في الفلفل، تزودي في البطاطس وتعملي مسقعه. هتعملي مثلا محشي يبقى معاكي 50 جنيه اهو، هتجيبي بتنجان، هتجيبي كوسه، هتجيبي كرومبايه، يعني زي ما انت حابه. وهيبقى معاهم ب 5 جنيه خضره. يعني ال 50 جنيه دي بقى اي صنف خضار انت حباه، او هكتبها لك اهي ايه، اي صنف خضار. هي اغلى حاجه دلوقتي الباميه ب 50 جنيه. هتجيبي اي نوع خضار تاني هيبقى اقل، يعني لو اشتريتي الكوسه ب 10 وب 15 جنيه، لو هتجيبيها مثلا الطبيخ هتجيبي 2 كيلو هيتبقى معاكي 30 جنيه. هاتي بتنجان، هاتي مثلا حاجه نص كيلو باميه ولا حاجه اعمليها ويكا. عايزه مثلا تعملي صينيه بطاطس يبقى هتزودي بطاطس. يعني معاكي 50 جنيه انت هتحدديها بقى على حسب الطبيخ اللي انت عايزه تعمليه في الاسبوع ده. تمام كده؟ طيب الطلبات دي بقى هتكلفني كام؟ هتكلفني 165 جنيه. يبقى الطلبات بتاعتي دي هتكلفني 270 جنيه. انت هتعملي الخضار والسمك والسوبر ماركت كل اسبوع كام؟ 550 جنيه للاسبوع. تمام كده؟ طيب يبقى هتجيبي الخضار والفاكهه بتاعتك ب 165، وهتجيبي الجبنه واللبن ب 105. يبقى الطلبات دي هتكلفك 270 جنيه. هيتبقى كام من ال 550 جنيه دي؟ هيتبقى معاكي 280 جنيه، دي تجيبي بيهم السمك اللي انت عايزاه. بصي لما تيجي تجيبي سمك، هاتي السمك الشبار، هاتي السمك الباغه، يعني هاتي الانواع كده اللي ايه، اللي بتكون رخيصه شويه وسعرها اقل من 100 جنيه، بحيث ان انت تجيبي 2 كيلو سمك وتبعتي تشويه عند الراجل. مثلا لو هتجيبي سمك شبار وهتشويه، هتجيبي الشبار الكيلو ب 80 جنيه، يبقى ال 2 كيلو ب 160 جنيه، هياخد منك 20 جنيه شوي، يبقى ب 180 جنيه، ويتبقى معاكي 100 جنيه تخليها للاسبوع الجاي. يبقى مثلا بدل ال 280 هيبقى معاكي 380 جنيه، تغيري في نوع السمك، تجيبي سمك اغلى شويه. هتجيبي مثلا كيلو البوري دلوقتي ب 170 جنيه، يبقى ال 2 كيلو ب 340 جنيه، وهياخد منك 20 30 جنيه شوي، يبقى ب 370 جنيه.
تمام كده. هيبقى معاكي كمان 10 جنيه. يعني لو حبيتوا تاكلوا طعميه ولا حاجه في نص الاسبوع كده، تجيبي بيها مثلا عجينه طعميه وتقليها في البيت. تمام كده. يبقى ال 5000 جنيه دي هتاخديها طلعي منها 1000 جنيه للفواتير والمنظفات والصدقات. تمام كده. هيتبقى معاكي 4000 جنيه. هتجيبي ب 1225 جنيه اللحوم، هتجيبي ب 530 جنيه العلافه والعطاره، وهتشيلي 2200 جنيه على جنب. هتقسميهم على 4، كل اسبوع 550 جنيه تنزلي تجيبي الخضار والسوبر ماركت والسمك بتاعك. تمام كده. طيب انا كده خلصت الميزانيه. تعالي اقول لك بقى هتقسمي اللحوم بتاعتك دي ازاي. انت جايبه هنا فرختين وجايبه هنا كيلو لحمه سليمه، يعني معاكي 4 طبخات في الشهر، يعني كل اسبوع طبخه. تمام كده. يبقى اسبوع هتطبخي على فرخه، الاسبوع اللي وراه هتطبخي على لحمه، هتطبخي على نص كيلو لحمه. هتعملي مثلا فراخ الاسبوع ده، يبقى تعملي معاها سجق، يعني ما تعمليش مثلا الفراخ والبانيه في اسبوع واحد، لا، بحيث ان انت تنوعي في الاسبوع لحمه وبانيه. هتطبخي على لحمه، يبقى تعملي مثلا البانيه في اسبوع واحد، معاكي نص كيلو لحمه مفرومه. هتطبخي على فراخ، يبقى تعملي مثلا حواوشي وجنبيه مكرونه. ممكن تحمري بطاطس وتعملي مكرونه وتعملي مثلا الحواوشي، يبقى الاكله دي هتكفيكي يومين. يبقى كلتي مثلا الفرخيه على يومين مع الطبيخ، وكلتي اللحمه المفرومه على يومين، ومعاكي يوم سمك. يبقى كده انت في الاسبوع الاكل القرديحي اللي هتاكليه هيبقى يومين في الاسبوع بس. احنا هنا جايبين بقى عدس، عشان لو عايزه تعملي مثلا كشري اصفر، تعملي عدس، هيكون معاكي 5 ايام في الاسبوع لحوم، ويومين بس اللي هتاكليه قرديحي، وهكذا. انت تمشي الدنيا كده بحيث ان الاسبوع كله يبقى داخل فيه لحمه، فراخ، سمك. وبكده تكوني انت قسمتي اللحوم بتاعتك طول الاسبوع، بحيث ان انت تاكلي 4 أو 5 ايام في الاسبوع لحوم، والباقي تمشيه كده اكل قرديحي. تمام كده. كده هيكون فايض معاكي كام؟ هيبقى فايض معاكي 45 جنيه. دي بقى خليها على جنب. مثلا عايزه تزودي حاجه في التوابل هاتيها، عايزه مثلا تزودي وتجيبي بيكنج باودر وفانيليا اكتر عشان تعملي كيكه اكتر. احنا جايبين هنا كيلو دقيق، كيلو دقيق ده ممكن يعمل لك 3 مرات كيكه. تعملي اي نوع مثلا مخبوزات بحيث ان انتوا تفطروا بيها وتساعد معاكي جنب الفطار والعشاء. تمام كده. اللي طالبه الميزانيه دي هي مخزنه رز وبتاخد تموين وبتاخد عيش من بطاقه التموين وبتاخد زيت وسكر وسمنه. تمام كده. وبس كده. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بنزله وتشوفوه قبل اي حد. سلام عليكم.